حاضر. اسمك؟ عسلامة. بربي أنا وليد بالحي مسكن في المحمدية. اي من عمال الحضائر المرفوضين. اي. خدمت 14 سنة في مؤسسة الدولة. مرعنا في آخر اللحظة وقفوني على الخدمة. وقتاش؟ وقفوني من 2024. علاش؟ بعثوا لي برقية شطب. طبقوا علي الفصل 17 اللي هو يتمثل في اللي حاطين هما اللي هي عدم حسن السيره والاخلاق. معناها حتى اللي عنده مشكله قديمه وهو صغير وسن المراهقه جبدوها له. طلبوا علي البيتروا نظفتها انا وجبتها. عندي 7 بيتروا تو في الدار. كي تجي تحكي معاه يقول لك البتروا ما فيها شيء، ما فيها حتى شيء تطلعها. أي؟ وعندي 7. أي وين المشكلة؟ عندي حتى في التليفون. أي وين المشكلة؟ المشكله نكون على ضربونا على البي 2 بطاقه عدد 2 اللي هي حتى عندك اختيه يجبدوها لك. انا معايا عندي زميلي عنده نفقه محكوم بشهر. جاو اخواته من برا خلصوها له. اما مش اي خطيه. شنو خطيه؟ مثلا نفقه، اما كي تكون خطيه عاديه مثلا ما عرفتش انا تاع وسيله نقل تسمى عاديه. ما نعرفش بالنسبه اللي نحكي على روحي. انا كانت عندي قبل مشاكل نتاع صغر نتاع الشرب وصغر وتيش حكايات. وقع ايقافك. وقع ايقافي لكن البيت روان نظيفه. بيت روان انا عندي زميلي كيفي انا كيما هكايا تحكم بشهر. قلت لك خلص النفقه نتاعو عدى 4 ايام جبدوها له وقفوه نفس الشيء. خلينا نرجعوا لمشكلتك انت. بالنسبه لمشكلتي انا كي وقت اللي قابلنا وزير الشؤون الاجتماعيه حكينا له بالوضعيه نتاعنا. قال لنا راهو موضوعكم راهو عند رئيس الدوله وراهو عطاه تعليمات باش ترجعوا الناس الكل تخدموا على رواحكم. وراهو القرار هذايا راهو خذاه قرار اداري. راهو ماهوش قرار معناها من السلطه، معناها قرار من كيما نقولوا نحن بالمرسوم وكيما المرسوم اللي عطيه رئيس الدوله. لا هذا قرار اداري. ثم عون اداري في وزاره من الوزارات هو اللي خذا القرار هذايا وبدا يشطب في العباد. بعد 14 سنه يقطع 14 سنه يقطع 400 عائله رزق نتاعها. علاش؟ هو رئيس الدوله عطاه القطع مع القطاع الهش ولا القطع مع الارزاق؟ نطلب من رئيس الدولة يتدخل نداء عاجل إلى رئيس الدولة ينصفنا في حقنا ويتدخل في الموضوع متاعنا. وعلى فكرة البارح بركة رئيس الدولة في القروان وقابلته زميلتي هي وبنتها وحكى معاها وكلم وحمل بنتها وقال لها ما تبطليهاش من القرايه. خاطر امها قالت له راني سيد الرئيس راني باش نبطلها راني ما عنديش باش نقري. قال لها ما تبطليهاش من القرايه وخذا عليها بطاقه الشطب اللي بعثوها لها كيما بعثوا لي انا واعطاها للمستشارين اللي معاه وقال لها تو نشوفوا الموضوع نتاعك. نداء يا رئيس الدوله اقفلنا فيه الموضوع هذا. راهو عندنا ثقه في ربي وفيك انت. شكرا لك. شكرا سيد.